لو ما تعرفش قصة الفيديو اللي منتشر لشخص بيغرق وقبطان مصر بينقذه فتعجبها لك من الأول وبالتفصيل. يا سيدي مركب هجرة غير شرعية كانت بتحمل 51 بني آدم من ليبيا لإيطاليا، كلهم بيحلموا بالوصول لبر الأمان، ويشاء القدير إن المركب تغرق ويفضل من ال 51 بني آدم دول شخص واحد فقط اسمه رمضان. ربنا يبعت لرمضان من حيث لا يدري اللي يطلعه من بين الأمواج قبل ما تبلعه زي ما بلعت اللي قبل. ربنا نجى واحد من 51 شخص عشان يطلع يقولك إن الطريق ما يستاهلش إنك تراهن بعمرك، لأنها ممكن بالفعل تنتهي حياتك فيه. ما تستسهلش وترمي نفسك في دوامة آخرها مجهول. ربنا نجى الشخص ده بعد ما شاف أخوه ومرات أخوه بيموتوا قدام عينيه، بعد ما كل اللي كانوا معاه اتبخروا في البحر تماما. قبطان السفينة اللي أنقذه بيقول إن الأمواج كان ارتفاعها أكتر من 4 متر، ويشاء السميع إن إحنا نشوفه بالرغم من ارتفاع الأمواج وبرودة المياه قد تكون تحت الصفر. تخيل نفسك خدت القرار وشديت الرحال بطريقة غير شرعية على قارب شايل اكتر من طاقته الضعف او الضعفين. تخيل ان الامواج بتعلى في وسط البحر والمركب ما تقدرش تقاوم شدة وارتفاع الامواج وتبدأ في الغرق، وكل واحد من اللي اخدوا القرار حياته تترهم بعوامة. يا عالم هتقدر تنقذه من رعب المشهد ولا لا؟ ولكن المشهد كان اصعب بكتير المرة دي، لدرجة ان قبطان السفينة اللي انقذ رمضان الناجي الوحيد في الرحلة المأساوية دي قال انه بعد ما انقذ الشاب ده وطلع جثة اخوه ومرات اخوه اللي كانوا غرقانين وعايمين على وش المية لسه الناحية التانية، شاف بعينه عوامات كتير عايمة على وش المية، ولكن للأسف اصحابهم اختفوا وبلعتهم الامواج لمصير مجهول. المثل اللي قالك لو جريت جري الوحوش غير رزقك لن تحوش ما كانش من فراغ ابدا، لان والله ما هتاخد غير رزقك حتى لو قررت تعدي البحر عوم وعديت. لو سالت اللي سافروا من الطريق ده وعدوا نسافر من الطريق ده ولا لا، هتلاقيهم بيقولوا لك لا او الف لا. واولهم السويسي. اساله اللي طلع حذر في مليون فيديو على صفحته القديمه واكيد مش هيسيب الموضوع ده. رمضان عاش 24 ساعه بعد غرق المركب عباره عن رعب في رعب. رمضان شاف قرايبه وزمايل الرحلة كلهم بيختفوا واحد ورا التاني قدام عينيه بعد ما كل واحد فيهم بيسلم للموت ويفضل عايم على وش المية شوية وتبلعه الأمواج. رمضان ربك نجاه بعد ما كان في آخر لحظات حياته عشان يطلع يقولك إن البحر في قارب مش طريق أبدا، والحقيقة القاطعة إنه مراهنة على الحياة بالكامل. رمضان ربك نجاه عشان يطلع يقولك إن الهجرة الغير شرعية مش حلم أبدا، والحقيقة إنها كابوس. لو بتفكر تسافر هجرة غير شرعية عيد تفكير مليون مرة وشوف قصة رمضان وقصة مليون رمضان سافروا قبل كده وما رجعوش تاني. فعل مع الفيديو ده فولو ولايك وشير واكتب رأيك في كومنت او قصة شفتها او قصة تعرفها عن الموضوع، يمكن يقع قدام رمضان جديد ويفكر ما يسافرش. وصلى على النبي.